البطلة هي الضحية. بأيلول 2023 أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر، واللي بيجرم عقد زيجات لمن هم دون 18 سنة. بعد سلسلة جلسات نقاش ما بتبشر بالخير أبداً، خاصة أنه مزاج المرجعيات الدينية لازالت تتحكم ببعض الكتل النيابية، وانقسم الرأي حول قسمين. فريق رأى أنه لبنان صادق على كل اتفاقيات الطفل وحقوق الإنسان الدولية اللي بتحدد سن الطفولة وسن الأهلية، وبالتالي مع قانون بيجرم الزيجات اللي دون 18 سنة ودون استثناءات. فريق تاني شايف أنه سن الأهلية ما له علاقة أبداً بالزواج، وأنه سن البلوغ هو المعيار، ويجب ربط الزواج بالمادة 9 من الدستور اللي أعطت الطوائف سلطة على الأحوال الشخصية، ويفترض أنه يكون في استثناءات بتراعي الصيغة الطائفية اللي بتحكم لبنان. يبدو أنه إقرار القانون من لجنة حقوق الإنسان كان رفع عتب، لأن يفترض بعد إقراره يمرق على لجنة الإدارة والعدل وأيضاً لجنة المرأة والطفل، وبعدها يصير عليه التصويت من الهيئة العامة لمجلس النواب. هيك بنكون عم نطبق مقولة اللجان مقبرة القوانين. اكتبوا لي بالتعليقات، أنتم مع الزواج القاصرات أو ضد زواج القاصرات؟